السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنعمل توزيعات وهدايا بعد الصلاة بإذن الله، بعد صلاة العيد. طبعا جبت شوية حلويات كده وبلالين. هنعمل فكرة حلوة كده مع بعض. زي ما انتم شايفين دي طبعا كوبايات اللي هي بتاعت الحاجة السخنة او الشاي، اللي هي الكرتون. هنعمله فكرة حلوة مع بعض وهنوزعوها بإذن الله بعد صلاة العيد. طبعا بعد ما فكينا الحلويات بالشكل ده، طبعا جبنا بقى كوبايات الكرتون بعد ما شلنا بالمقص الحز من فوق كده، هو حطينا من كل حاجه واحده وبلونا بالشكل ده. وبعد كده هنروح جايبين الحلقه اللي احنا شايلينها دي وراح جايين جايبين الدباسه، او ما عندكيش دباسه باللزاق بالسلوتيب بتعمليها عادي. هوريكم ازاي هنعملها مع بعض وهنقفلها ازاي. هتبقى شكلها شيك جدا وحلوه، وباذن الله هتعجب الاطفال. اهو زي ما انتم شايفين كده، هو بقفلها بالشكل ده واروح جايه ماسكه الدباسه، عطيها دبوس من هنا ودبوس من هنا وخلاص. او لو ما عندكيش السولوتيب عادي. فكره جديده وحلوه جدا، والاولاد كانوا فرحانين بيها جدا. اهو زي ما انتم شايفين ده شكلها النهائي. هنعمل الكميه كلها وهنرجع مع بعض اوريها لكم بعد ما خلصنا الكميه كلها بالشكل ده. طبعا باذن الله صلاه العيد بدات تكبيرات. اي حاجه بسيطه كده تفرح الاولاد، حتى لو شويه فشار كده تعملوهم في اكياس وتنزلي توزعيهم، بتبقى فرحه حلوه جدا. ربنا يعود عليكم الايام بخير وما يطلعلكمش عاده باذن الله. زي ما انتم شايفين كده بدات تكبيرات بعد ما خلصنا صلاة العيد. طبعا جينا نتمشى شوية، بنحب نتفسح قبل الزحمة. طبعا كان الصلاة خلص، نزلنا بحر وهمشيهم شوية عند ابو العباس في الملاهي وكده، وهوريكم الجولة معايا. بس يا رب تكون تعجبكم، ولو عجبتكم متنسونيش لايك والاشتراك في القناة. اول حاجة طبعا الولاد كانوا عاوزين يروحوا باللبن يجربوا القشطوطة، ما جربوهاش خالص. فخدتهم باللبن اللي هو البحري عند النظامي. زي ما انتم شايفين كده، هو هنعدي الشارع مع بعض وهوريكم الاسعار ونشوف هنجيب ايه. طبعا رحنا باللبن اللي هو في بحري. طبعا القشطوطه بتبدا معاكم من اول 35 وانت طالعه. فطبعا انا مجربتهاش بامانه، فهجربها معاكم دلوقتي واشوفها. طبعا سبتهم يختاروا اللي هم عاوزينه. جبت اجيب القشطوطه بالمانجا، قال لي مفيش مانجا. فهم اختاروا طبعا نوتيلا وسلمى اختارت قشطوطه بالقشطه. اهي زي ما انتم شايفين جبناها وقعدنا كده قلنا ناكلها، وبعد كده ايه اخدهم افسحهم. زي ما انتم شايفين طبعا دي قشطوطه بالنوتيلا، كانت عامله 45. والتانية قشطوطه بالقشطه زيها برضو نفس الرينج بتاعها. بس بصوا شايفين الكميه بتاعتها قد ايه؟ انا كنت بحسب الطبق ده كله، طلعت حته بص قد ايه. ولما جربتها ودقتها طلعت كيكه عاديه متسقسقه باللبن وعليها كريم جانتيه بس. طبعا لما جربتها اللي عجبتني النوتيلا كانت حلوه جدا، بس على سعرها ياما، او 45 على سعرها. زي ما انتم شايفين كده كنت هركب الاتوبيس اللي ابو دورين وهفسحهم، بس لقيته زحمه جدا. طبعا كله كان راكبه، قلت ابقى اخد لكم جوله تانية بيه واوريه لكم. طبعا سعر التذكره دلوقتي زاد حوالي ب17 او 20 جنيه. وقلت اصور لكم الحنطور بالشكل ده. اتكلمت معاه قلت له من محطه الرمل لغايه القلعه كام؟ قال لي اللي تجيبيه يعني في حدود الرينج 50 جنيه، مش اكتر من كده. اتمشينا بقى ورحنا عند ابو العباس. عادي يا بابا، عادي. وبعدين طيب هنخش على الملاهي اهي. انا عايزه اركب لي مرجحه كده. هتشوف هتركب ايه. هاي تركب اللي فوق دي. هتركب اهي، شوف هتركب. ثانية عشان اصورك. عايز تركب ايه؟ عجلة ولا ايه؟ دي لا هتركب دي. انا بدو الالعاب الكبيرة اللي زي دي كده النفر ب10 جنيه.
بس كانت دي ولا كانت الطيارات دي ب10 جنيه، اما اي لعبة تانية ب5 جنيه. هو فين النص؟ مش حلوة، أنا عايزاها حاضر. هو وقتها عشان العيال بتصور. اسعار اللعب بتبدأ معاكي من اول 5 جنيه، يعني اقصى لعبة ب15. يا رب الجولة تكون عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، ويا رب ما يقطع لنا عادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد سعيد عليكم.